السلام عليكم. اليوم بدنا نبلش بالجزء الثاني من شابتر 2 وبدنا نحكي فيه شوي عن الجدول الدوري وبعض المعلومات العامة عن الجدول الدوري. اوكي، الجدول الدوري هو عبارة عن كتالوج للعناصر. عارفين الكتالوج بيكون بيحتوي على جميع الصفات، جميع الخصائص لأي مادة. فإذا الجدول الدوري هو عبارة عن كتالوج لإيش؟ للعناصر اللي موجودة في العالم بالطبيعة. الجدول الدوري زي ما انتم شايفينه، هذا هو شكل الجدول الدوري. والجدول الدوري مقسم إلى مجموعات ومقسم إلى إيش؟ إلى دورات. والعناصر بالجدول الدوري مرتبة على أساس العدد الذري. فعشان هيك أول عنصر اللي هو الهيدروجين العدد الذري له 1. بعدين نمشي من الشمال لليمين نلاقي الهيليوم العدد الذري له 2. بعدين بنرد نرجع الليثيوم 3 وهكذا. إذا لما نمشي بالجدول الدوري نبلش من الشمال، نمشي إيش؟ باليمين خلال الصف عشان ننتقل من عنصر إلى عنصر اللي بعديه. إذا الجدول الدوري مكون من صفوف ومكون من إيش؟ من عمدان. The rows on the periodic chart are periods. إذا الصفوف اللي هي من الشمال لليمين بنسميها إحنا عبارة عن دورات. في عندنا دورة أولى، دورة ثانية، ثالثة ورابعة وهكذا. والكولومز العمدان they are groups عبارة عن إيش؟ عن مجموعات. وعادة العناصر اللي في نفس المجموعة الصفات الكيميائية لهم إيش مالها؟ متشابهة. إذا العناصر اللي موجودة في نفس المجموعة لهم صفات كيميائية متشابهة، ولكن صفاتهم الفيزيائية أكيد رح تكون إيش مالها؟ مختلفة. لو بدنا نيجي نوضح كيف الصفات الكيميائية متشابهة، انتم عارفين أول عنصر اللي هو الهيدروجين. بعدين بننتقل لليمين بنلاقي إنه في عندنا عنصر الهيليوم. هلا الهيليوم من صفاته إنه it is a non-reactive gas. بعد الهيليوم نمشي بنلاقي الليثيوم من صفاته it is soft reactive metal. من الليثيوم بنضلنا ماشيين بنوصل للنيون اللي هو النيون. النيون موجود تحت الهيليوم، يعني في نفس المجموعة. صفاته non reactive gas. إذا صفة النيون وصفة الهيليوم متشابهة. بعد النيون بننتقل بنلاقي الصوديوم اللي هو موجود في نفس مجموعة الليثيوم it is soft reactive metal. وهكذا إذا ضلينا كمان ماشيين من الصوديوم بنوصل الأرجون non reactive. بعد الأرجون في عندي البوتاسيوم اللي هو في نفس مجموعة الليثيوم الصوديوم soft reactive metal. إذا العناصر في نفس المجموعة لها نفس الصفة، أو مش لها نفس، لها صفات كيميائية إيش مالها؟ متشابهة. وزينا ما انتم شايفين في عمالنا إيش؟ نمط عماله بتكرر بكل مجموعة. هاي هي المقصود فيها العناصر اللي في نفس المجموعة. لو اجينا على المجموعات بشكل عام في عنا أسماء للمجموعات. مش كل المجموعات لها أسماء، بعض المجموعات لها إيش؟ لها أسماء. بشكل عام في عنا مجموعات من 1 إلى 8A، في عندك مجموعات من 1 إلى 8B. هلا خلينا نتعرف على هذول المجموعات وعلى أسمائهم. المجموعة 1A اللي هي بنسميها الألكلي ميتالز، الفلزات القلوية اللي بتحتوي على عناصر الليثيوم، الصوديوم، البوتاسيوم وهكذا. المجموعة اللي جنبها مباشرة بنسميها 2A اللي هي الكلاين ايرث ميتالز، الفلزات الأرضية القلوية الترابية. الفلزات القلوية الترابية واللي هي تحتوي على البريديوم، المغنيسيوم، الكالسيوم وهكذا. بعدين بننتقل مباشرة لمجموعة اللي هي ب 3A اللي هي مجموعة أول عنصر فيها البورون، ما إلها اسم، مش معروفة ب 3A. مجموعة 4A كمان ما لها اسم اللي هي المجموعة اللي بتحتوي على الكربون. المجموعة بعدين 5A اللي بتحتوي على النيتروجين كمان ما لها اسم. بعدين بننتقل على المجموعة 6A اللي هي مجموعة الأكسجين والكبريت وهكذا. هاي بنسميها تشالكوجين أو الكالكوجين اللي هي مجموعة بنسميها التشالكوجين. منين اجى اسم التشالكوجين؟ هاي نسبة إلى وجودها في الطبيعة، كانت موجودة في الطبيعة أول ما اكتشفوها. هاي العناصر مرتبطة مع فلز إيش؟ النحاس، عشان هيك سموها تشالكوجين حسب الاسم القديم. بعدين المجموعة اللي جنبها المجموعة 7A نسميها الهالوجينات، هالوجينز اللي هي الفلور، الكلور، البروم وهكذا. وسميت هالوجين لأنه أول ما اكتشفوها كانت
مرتبطة بإيش؟ بعنصر، هاي العناصر المجموعة مرتبطة بعنصر إيش؟ الهيدروجين، فعشان هيك سموها هالوجين. وآخر إشي المجموعة 8A اللي هي الغازات النبيلة، النوبل جازز أو الرير جازز، اللي هي المجموعة اللي بتحتوي على الهيليوم والنيون والأرجون وهكذا. إذا هدول هم الخمس مجموعات اللي هي معروفة بأسمائهم: 1A 2A 6A 7A 8A. المجموعات كاملة من 1A حتى 8A بنسميهم main group elements، عناصر المجموعة الرئيسية، وبعض الأحيان بنسميهم العناصر الممثلة اللي هي representative elements. بعدين بنيجي للعناصر المجموعات اللي هم من 1B حتى 8B، اللي هم هدول بنسميهم transition metals، العناصر الانتقالية. وفي مجموعة منهم جدا مشهورة اللي هي تحتوي على النحاس وتحتوي على الفضة وتحتوي على الذهب، اللي هي مجموعة رقمها 1B. هاي في بعض الأحيان بنسميها الكوينيج ميتالز. ليش كوينيج؟ من كوين اللي هي العملة المعدنية، لأنه هاي العناصر تستخدم في تصنيع العملات المعدنية. طبعا لو اجينا انتبهنا ودققنا بالجدول الدوري بنلاقي انه في عندنا صفين موجودان بالاسفل زي ما انتم شايفين بالسلايد. هذول الصفين اللي احنا بنسميهم inner transition elements، يعني هم بالاساس هو عباره عن عناصر انتقاليه كانوا موجودين من ضمن العناصر الانتقاليه، بس تم فصلهم لوحدهم. وهذول الصفين، الصف الاول اسمه لانثانايد نسبة إلى عنصر ال La اللانثانوم، والصف الثاني اسمه الأكتينايد نسبة إلى عنصر ال Ac اللي هو إيش؟ الأكتينيوم. فهدول الصفين موجودين فهكذا، وهدول تم فصلهم وإزاحتهم إلى أسفل عشان فقط يعملوا شكل الجدول الدوري حلو ومناسب، مش أكثر ولا أقل. وفعليا هي زي ما انتم شايفين بالرسم اللي تحتانية مواقعهم المفروض تكون موجودة بالترانزيشن ميتال، فعشان هيك اسمهم inner transition element. العناصر بالجدول الدوري بشكل عام يمكن تصنيفها إلى 3 أصناف. الصنف الأول اللي هم non metals، لا فلزات. Non metals are on the right side of the periodic table with the exception of hydrogen. إذا العناصر اللي على يمين الجدول الدوري هذول هم عناصر نسميهم اللافلزات non metals، باستثناء طبعا عنصر الهيدروجين اللي هو موجود على شمال الجدول الدوري. ومن أهم صفات اللافلزات إنه ممكن هذول الفلزات يكونوا مواد صلبة أو مواد سائلة أو مواد غازية. إذا موجودين بالحالات الثلاث: المواد الصلبة والمواد السائلة والمواد الغازية. و يعني مثلا الكربون موجود على مادة صلبة، لو اجينا على النيتروجين موجود على شكل مادة ايش؟ غازية، وهكذا. فاذا النون ميتال اللي هم هون بالسلايد اللي امامكم شوي اللي هم باللون الاخضر ببلشوا من عند الكربون وينتهوا بالرادون، هذول هم اللي هم بنسميهم احنا النون ميتالز، موجودين على يمين الجدول الدوري. بالجدول الدوري دائما بتلاحظوا انه في خط بالبولد عاملينه شوي غامق على شكل درج. هدول العناصر اللي موجودين على يمين وعلى شمال الدرج هذا اللي احنا بنسميهم الميتالويد، اشباه الفلزات. فشو هم اشباه الفلزات؟ اشباه الفلزات اللي هم هيهم ميتالويد border the stair step line with the exception of Al, Po and At. اذا لو اجينا طلعنا على الدرج الميتالويد ببلشوا من البورون البي وبينتهوا بايش؟ بالتي اي. اذا فعليا في عندي كم من عنصر هم الميتالويد؟ في عندنا 6 عناصر اللي هم البي، الاس اي، الجي اي، الاي اس، الاس بي، والتي اي. هدول هم بنسميهم اشباه الفلزات. وليش اسمهم اشباه الفلزات؟ لانهم لهم خصائص لا فلزيه وخصائص فلزيه. الصنف الثالث من العناصر اللي هم الميتال الفلزات. and metals are on the left side of the chart على شمال الجدول الدوري اللي هو المنطقة حكينا الفاصلة ما بين اللافلزات والفلزات، هم الأشباه الفلزات. فباللون الرمادي تقريبا هم كلهم هذول بنسميهم فلزات. حاليا أكثر عناصر الجدول الدوري هي عبارة عن إيش؟ عن فلزات. من أهم صفاتهم all metals are lustered، يعني مواد
مضيئة أو مواد مشعة and high electric and heat conductivity والإيصالية الكهربائية والإيصالية الحرارية لهم عالية. all of them are solid at room temperature except for mercury اللي هو ال Hg الزئبق. إذا إحنا حكينا إنه اللافلزات ممكن تكون مواد صلبة، مواد سائلة، ومواد غازية، بينما الفلزات جميع المواد الفلزية، جميع العناصر الفلزية هي عبارة عن مواد صلبة باستثناء الزئبق، واللي هو بيكون على شكل ايش ماله؟ سائل. فهي هم هدول الثلاث تصنيفات بشكل عام، اللافلزات اللي هم موجودين على يمين الجدول الدوري. بعدين بيجي عندنا البوردر لاين اللي هو المنطقة الفاصلة اللي هم 6 عناصر، هدول بنسميهم أشباه الفلزات، واللي على شمال الجدول الدوري هدول ايش بنسميهم؟ الفلزات. كيف بدنا نكتب صيغة كيميائية؟ يعني مثلا لما بدي واحد يكتب لك احكي لي اكتب لي الصيغة الكيميائية للمي، فبدنا نكون عارفين مثلا على سبيل المثال انه المي يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة ايش؟ اكسجين، فبكتبه H2O. اذا بكتب رمز العنصر، واذا في رقم بكتب هذا الرقم كسبسكريبت بحيث انه يبين لي عدد الذرات اللي من هذا العنصر، وبعدين بكمل العناصر الثانية. So the subscript to the right of the symbol of an element tells the number of atoms of that element in one molecule of the compound. فالهيدروجين نكتبه H2، اذا هذا الرقم 2 اللي هو سبسكريبت على يمين الرمز بيمثل لي انه في عندي ذرتين هيدروجين. على سبيل المثال H2O معناته في عندي ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين. الهيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2، الميثان على سبيل المثال CH4 وهكذا. فاذا هاي هي الطريقة اللي احنا بنمثل فيها الصيغة ايش؟ الكيميائية لأي مركب. طبعا بشكل عام المركبات يمكن تقسيمها إلى جزئين، إشي بنسميه molecular compound مركب جزيئي، وعادة المركب الجزيئي يحتوي فقط على إيش؟ على لافلزات. يعني لو اجينا على الهيدروجين لافلز، إذا H2، الأكسجين لافلز، ال H2O هيدروجين لافلز والأكسجين لافلز، ال CH4 غاز الميثان الكربون لافلز والهيدروجين ايش ماله؟ لافلز. فهدول ايش بنسميهم؟ molecular compounds. So they are composed of molecules and almost always contain only ايش؟ non-metals. وفي عندنا غير الموليكولار compounds اشي اسمه الايونيك compounds، والايونيك compounds دائما بكون من ميتال بالاضافه الى ايش؟ الى non-metal. طبعا في عندنا عناصر بالجدول الدوري ما بنلاقيها على شكل عناصر لحالها، بينما بنلاقيها على شكل موليكيول، على شكل جزيء او داي اتوميك موليكيول. في عندنا 7 elements، 7 عناصر موجودين بالطبيعة على شكل ايش؟ موليكيولز، جزيئات، وهي الجزيئات تحتوي على ذرتين. ايش هم هذول العناصر او الداي اتوميك موليكيولز؟ هي هم قدامكم: الهيدروجين H2، نيتروجين N2، أكسجين O2، فلورين بيكون على شكل F2، كلورين Cl2، برومين Br2، and iodine I2. Types of formulas، في عندي أكثر من نوع من أنواع الصيغ. الصيغة الأولى في عندي شيء اسمه empirical formula أو الصيغة الأولية، أو في ناس يسموها الصيغة المبدئية. شو وظيفتها هاي الصيغة؟ It gives the lowest whole number ratio of atoms of each element in a compound. إذا هي لما بتوضح لي نسبة العناصر لبعضهم ايش؟ البعض. يعني لو اجينا على ال H2O كم نسبة العناصر لبعضهم البعض؟ 2 ل1، وهي أبسط صيغة ممكنة للمركب أو للجزيء اللي موجود عندي. بينما لو اجينا مثلا على الهيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2، فلما اجينا بنطلع بلاقي انه في عندي ذرتين هيدروجين وذرتين اكسجين، معناته كم نسبتهم لبعضهم؟ نسبتهم 1 ل1. معناته الصيغة الأولية للهيدروجين بيروكسيد مش H2O2، لأنه ممكن أبسطها بحيث إني أقسم على أقل حد، فأقل حد هو 2 فبيطلع H2O. إذا نسبة العناصر لبعضهم البعض اللي موجودة في مركب معين أو جزيء معين هاي بنسميها الصيغة الأولية.
النوع الثاني اللي هو بنسميه الامبيريكا او سوري الموليكولار فورمولا، الصيغه الجزيئيه. والصيغه الجزيئيه بتعطيني العدد الحقيقي او العدد الصحيح لايش؟ للذرات. It gives the exact number of atoms of each element in a compound. فلو اجينا كمان خليناها بال H2O2 الهيدروجين بيروكسيد، الموليكولار فورميلا الى من الموليكولار فورميلا الى بعرف انه في عندي ذرتين هيدروجين مرتبطين مع ذرتين اكسجين، بس زي ما حكينا الامبيريكال فورميلا له HO لانه بنقسم على اقل حد، فاذا قسمنا على اقل حد واعطاني ارقام صحيحه هاي بتكون اسمها الامبيريكال ايش مالها فورميلا. يعني لو اجينا على H2O اقل حد اللي هو واحد، فلما نقسم على واحد بتضلها H2O. فاذا بعض المركبات الصيغه المبدئيه او الاوليه هي نفسها راح تكون الصيغه ايش؟ الجزيئيه، وبعض المركبات اكيد الصيغه الاوليه راح تختلف عن الصيغه ايش؟ الجزيئيه. طبعا في عندنا كمان نوعين من انواع الصيغ. في عندنا شيء اسمه structural formula. structural formulas show the order in which atoms are bonded. اذا هي بتفرجيني كيف طريقه ارتباط الذرات مع بعضها البعض، يعني لما نيجي نرسم الجزيء بتفرجيني كيف طريقه ارتباط الذرات مع بعضها البعض. واكيد لو قدام رح نتعلم كيف نرسم لويس ستراكشر بحيث انه تفرجيني كيف طرق ارتباط الذرات مع بعضها البعض. وفي عندنا شيء اسمه كمان perspective drawings also show the three-dimensional array of atoms in a compound. اذا هاي الطريقه او هاي الصيغه بتفرجيني الرسم ثلاثي ايش؟ الابعاد. فهاي هي انواع الصيغ المتعارف عليها. طبعا زي ما انتم بتعرفوا انه الذرات بالجدول الدوري اما بعض منها بتشارك بالالكترونات، وبعض منها ممكن يكسب الكترونات، وبعض منها ممكن يخسر الكترونات. ففي حال كسب او خسارة الالكترونات بتكون شيء اسمه عندنا ايونات اللي هم ايونز. والايونز بشكل عام نوعين، اما ايونات موجبة او ايونات ايش مالها؟ سالبة. So when atoms lose or gain electrons they become ايش؟ ions. الايونات الموجبة اللي هم الكاتايونز تتكون لما يكون في عندي خسارة للالكترونات. Cations are positive and are formed by elements on the left side of the periodic chart. ولما نحكي على الليفت سايد معناته بنحكي على الميتالز. فالميتالز بشكل عام تخسر الكترونات وبتكون ايونات موجبه اللي احنا بنسميها كاتايونز. النوع الثاني اللي هم الانايونز الايونات السالبه. They are negative and are formed by elements on the right side of the periodic chart. اذا مين هم اللي بيكونوا او بيكسبوا الكترونات وبيكونوا ايونات سالبه؟ اللي هم لا فلزات. اذا الفلزات تفقد الكترونات وتكون ايونات موجبه، بينما اللافلزات تكسب الكترونات وتكون ايونات ايش مالها؟ سالبه. فهنا الجدول الدوري على سبيل المثال حسب المجموعه بقدر اني احدد شو هو الايون، هل هو موجب او سالب. بشكل عام الهيدروجين ممكن يكون H بلس وممكن يكون H ماينس حسب مع ايش بيرتبط. الهيدروجين اذا ارتبط مع النون ميتال بيكون شحنته موجبة، بينما إذا ارتبط مع الميتالز بيكون شحنته إيش مالها؟ سالبة. بشكل عام عناصر المجموعة الأولى اللي هم 1A بيكونوا بلس 1، عناصر المجموعة الثانية اللي هي 2A بيكونوا بلس 2، بشكل عام المجموعة الثالثة 3A وخصوصا الألمنيوم بيكونوا 3 بلس، المجموعة الرابعة تاركينها فاضية لأنها ممكن تفقد أو ممكن تكسب عشان هيك تتشارك بالإلكترونات، بينما عناصر المجموعة الخامسة بتكسب إلكترونات بتكون 3 ماينس، عناصر المجموعة الثالثة بتكسب إلكترونين بتكون 2 ماينس، وعناصر المجموعة السابعة تكسب إلكترون وبتكون سالب 1. وأكيد النوبل جازز لا تكسب ولا تفقد ولا تتشارك. بصفي عندنا بالمنتصف اللي هم الترانزيشن ميتال، بما انهم ميتال معناته راح يفقدوا الكترونات ويكونوا موجب، بس ما في نمط معين او ما في قيمه معينه لكل واحد فيهم، لانه ترانزيشن ميتالز الكيمياء تبعيتهم مختلفه عن المين جروب اليمنتس، فممكن نفس العنصر يكون فيه له اكثر من حاله تاكسد حسب المركب اللي هو ايش مكون. لما يتكون ايونات موجبه وايونات سالبه فاحنا نعرف انه السالب والموجب بيحبوا يرتبطوا مع بعض. الموجب مين هو حكينا؟ اللي هم الميتالز الفلزات، والسالب اللي هم النون ميتالز اللافلزات.
فلما فلز يرتبط مع لا فلز يعني موجب يرتبط مع سالب بكون شيء عندنا اسمه الايونيك بوند او اللي هو الايونيك كومباوند. So ionic compounds such as NaCl are generally formed between metals and non-metals. اذا دائما نخلي بالنا انه الايونيك كومباوندز هو عباره عن فلز مع لا فلز موجب مع سالب، بينما الموليكولر كومباوندز لا فلز مع لا فلز. وحسب العناصر اللي موجوده بقدر اني احدد صيغه المركب الايوني. اذا عشان يتكون عندنا مركب ايوني حكينا لازم يكون في عندي لا فلز شحنته سالبه وفلز شحنته ايش مالها موجبه. يعني بالبدايه الفلز بيفقد الكترون زي ال Na مثلا بالمجموعه الاولى بيفقد الكترون. هذا الالكترون مين بيكسبوا السي ال مثلا اللي هو بالمجموعه السابعه، بتصير عندي Na بلس والسي ال ماينس، فالان اي بلس والسي ال ماينس بيرتبطوا مع بعض وبيكونوا لي الان اي سي ال اللي هو المركب الايوني. ففي عندي اذا الالكتروستاتيك اتراكشن ريبولشن، في عندي بين الموجب والسالب اسمه اتراكشن، بينما الموجب والموجب في عندي ريبولشن، والسالب والسالب في عندي كمان ايش ماله ريبولشن. اذا تجاذب ما بين الشحنات المختلفه وتنافر ما بين الشحنات المتشابهه. كيف بدي اكتب الصيغه الكيميائيه لمركب ايوني؟ مثال بسيط، في عندي مثلا المغنيسيوم 2 بلس لانه بالمجموعه الثانيه، والنيتروجين 3 ماينس بالمجموعه ايش؟ الثالثه. فشو اللي بصير عندنا؟ اللي بصير عندنا انه بناخذ الرقم كرقم اللي هو موجود السوبر سكريبت على المغنيسيوم اللي هو 2 وبنحطه كسبسكريبت للنيتروجين، والرقم اللي هو كسوبر سكريبت موجود على النيتروجين بناخده بنحطه كرقم للام جي. لانه شو الشيء المتشارك، شو هو العامل المشترك ما بين ال2 وال3؟ بدي اضرب 2 في 3 اللي هو 6، 3 في 2 يساوي 6 عشان اخليه متعادل. فبصير عندي الصيغه الكيميائيه اللي هي Mg3N2. So because compounds are electrically neutral، لأن هاي المركبات تكون متعادلة، one can determine the formula of a compound this way. The charge on the cation becomes the subscript on the anion، زي ما حكينا الشحنة اللي على الأيون الموجب بتصير كسبسكريبت للأيون السالب، و the charge on the anion becomes the subscript on the cation. If these subscripts، هاي نقطة ديروا بالكم عليها، if these subscripts are not in the lowest whole number ratio divide them by the greatest common factor. يعني لو اجينا على الام جي 3N2 هل في صيغة ابسط منها بحيث انه هاي تكون الصيغة ارقام صحيحة؟ احنا شو بنيجي بنعمل؟ نقسم على اقل حد. فلو اجينا قسمنا على اقل حد يعني على 2 بصير في عندي ام جي اللي هي 3 على 2 يعني 1.5. بما انه صار في عندي كسر معناته ما في عندي صيغه ابسط، فهي هي الصيغه ابسط صيغه، لانه دائما الايونيك كومباوندز لازم تكتب بابسط صيغه ممكنه، ودائما نكون عارفين انه هاي السبسكريبتس تكون كارقام صحيحه ما فيها اي كسور. عشان نوضح اكثر فكره كيف نكون مركبات ايونيه وكيف نكتب الصيغه لمركب ايوني نطلع على الجدولين اللي عندنا هذول. لو اجينا على في عندي الكاتايون اللي هو Ca2 بلس لانه بالمجموعه الثانيه الكالسيوم اذا 2 بلس، السي ال بالمجموعه السالبه اذا بالمجموعه السابعه اذا سالب 1. اذا لما بدي اكون صيغه كيميائيه بصير في عندي CaCl2. بدي اتاكد هل الصيغه هاي ابسط صيغه، شو اقل حد؟ الاقل حد هو 1، فلما اقسم على 1 بتضلها CaCl2. لو اجينا على الباريوم بالمجموعه الثانيه 2 بلس، الاكسجين بالمجموعه الثالثه 2 ماينس، فلما بدي اربطهم مع بعض راح بالبدايه اكتب Ba2O2 حسب القاعده. طيب هل هاي ابسط صيغه؟ بقسم على اقل حد، شو اقل حد عندي؟ 2، فلما اقسم على اقل حد اللي هو 2 بصير في عندي BaO. اذا صار في عندي صيغه ابسط من Ba2O2 والارقام تبعيتها ارقام صحيحه ما فيها كسور اللي هي BaO. اذا الصيغه الكيميائيه للباريوم اوكسايد اللي هو Ba2 بلس والO2 ماينس ما بكتبها ك Ba2O2 لانه في ابسط صيغه اللي هي BaO. وهاي كمان امثله زي الK بلس مع الS2 ماينس والFe3 بلس مع الBr والCr اللي هو الكروم 3 بلس مثلا مع الO وهكذا. وكمان احنا في بعض الاحيان رح تلاحظوا انه بعض الكاتايونز وبعض الانايونز عباره عن مجموعات.
يعني من أشهر المجموعات الموجبة اللي هي مجموعة الأمونيوم NH4+، هي مكونة من ذرتين بس، كل ال NH4 هاي كلهم الذرات لهم شحنة واحدة اللي هي موجب واحد. وبعض الكاتيون زي مثلا ال PO4 مجموعة الفوسفات هاي كلها ال PO4 3-. فبقدر اني اكون صيغ كيميائية مش بس لما يكون في عندي عناصر، لما يكون في عندي كمان مجموعات. فعلى سبيل المثال لو طلعنا على الجدول اللي تحت، في عندي CA مثلا 2 بلس بده يرتبط مع ال SO3 2 ماينس، فبتصير CaSO3، لانه بالاصل اذا بدي اكتبها Ca2 SO3 كلها باي 2، بس لما اقسم على 2 اقل حد بتصير CaSO3. الباريوم على سبيل المثال اللي هو 2 بلس مع الفوسفات اللي هو PO4 3 ماينس، فبكتبها بالطريقه زي ما انتم شايفينها، بصير في عندي Ba3 والبي او 4 كلها بضربها ايش؟ باثنين. بعدين NH4 مع الاس بصير في عندي NH4 باي 2 مضروبه ايش؟ بعدين في اس، وهكذا. فهدول الجدولين طلعوا عليهم عباره عن امثله لكيفيه كتابه الصيغ الكيميائيه. طبعا السلايد هذا بيوضح لنا عباره عن جدول صغير بيوضح لنا بعض الكومون كاتايونز، ومش مطلوب منكم اكيد تكونوا حافظينهم كلهم. الكومون كاتايونز اللي مطلوبين منكم هم والانايونز اللي هم المجموعات، تعرفوا انه المجموعه الاولى موجب واحد، مجموعه اثنين موجب اثنين، المجموعه ثلاثه موجب ثلاث في الجدول الدوري، بعدين المجموعه الخامسه ناقص ثلاث، السادسه ناقص اثنين او سالب اثنين، والسابعه سالب واحد. باقي ما تبقى مش مطلوب منكم انكم تحفظوه، بس مش غلط انكم تطلعوا على السلايد هذا اللي هو ببين لك بعض الكومون كاتايونز عشان يصير في عندكم فكره عنهم، والسلايد اللي بعديه كمان يوضح لك بعض ايش الكومون انيونز بحيث انه تاخذوا فكره عنهم وخصوصا المجموعه. وهيك بنكون انهينا كل شيء بتعلق بتشابتر 2.